السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. في القرن ال21 بتندلع الحرب العالمية الثالثة وتدمر العالم، والناجين بيروحوا على مدينة العزبة، مدينة بيقودها مجلس الزواج اللي بيجبر كل سكانها إن هما ياخدوا كبسولات بهاريس بشكل يومي، اللي بتكبح المشاعر وتحث على الطاعة العمياء، وبيجرموا أي حاجة بتثير مشاعر الإنسان زي اللوحات والكتب والحيوانات الأليفة، وبيعدموا أي حد بيلاقوا عنده الحاجات دي، لأن المجلس بيعتبر المشاعر الإنسانية والرحمة هي أس البلاوي كلها والفرض قوانين بالقوة. المجلس شكل مجموعة من المحاربين الأشداء وسماهم المخلصين، وخارج مدينة العزبة عبارة عن مناطق مسميينها الخرابة، فيها ناس كتيرة عايشة ضد قانونهم، وبيتكلف جلال وباسم بقيادة فرقة علشان يخلصوا على أعضاء من جماعة ثورية اسمها نحس ونحب. وأثناء تبادل إطلاق النار بيرفض جلال الباب ويدخل له، وبيتبع تكنيك الإبادة الشاملة لكل اللي موجودين بلا شفقة أو رحمة وسط عجز كامل منهم، ويعتبر ده استخدام غير مبرر للعنف. وبعدها بيفتشوا المبنى وبيلاقوا مجموعة كبيرة من التحف الأصلية وبيحرقوها كلها. وفي طريقهم للعودة جلال بيلاحظ إن باسم معاه كتاب وبيسأله خدته ليه يا باسم؟ قال له علشان أضمه بنفسي للأدلة. وفي المدينة بنشوف بابا قائد المجلس بيفكر الناس بأهمية أخذ البهاريس، وإن النظام بتاعهم ده هو اللي حقق السلام وسط تصفيق حار من الشعب. بابا دايما بيعرضوا فيديوهاته لكن ما ظهرش بنفسه بقاله سنين. ولما بيوصل جلال للمقر بيتكلم مع القائد بيتر اللي بيشكر فيه جدا في قدرته على كشف المجرمين، وبيقوله ازاي واحد جامد زيك ما قدرش يلاحظ ان مراته كانت مجرمة بالإحساس قبل 4 سنين، وحد تاني هو اللي بلغ عنها وأعدمت، لكن انت ما كشفتهاش وما بلغتش. وقال له جلال دي مجرد غلطة مني. فقال له القائد صح، غلطة ما ينفعش تتكرر تاني يا جلال. والحديث مع القائد ده بيخليه يبدأ يشك في باسم صاحبه واللي تصرفاته بقت غريبة جدا مؤخرا. ولما بيروح للسجلات بيلاقي ان باسم ما جابلهمش اي ادلة بقاله فترة كبيرة، بالتالي باسم احتفظ بالكتاب اللي هو اخده. وبيرجع جلال الخرابة وبيلاقي باسم قاعد وبيقرا كتاب، ولما جلال بيصرحه بشكوكه باسم بيقول له احنا ازاي بقينا كده؟ ازاي فقدنا كل حاجة ليها علاقة بإنسانيتنا؟ وبيسأله انت مش حاسس اننا غلط يا جلال؟ قال له اطلاقا، ما بقاش في حروب. لكن باسم بيقول له بس ايه التمن يا جلال؟ احنا ما بقيناش بشر اصلا. لكن جلال اصلا مش حاسس بأي حاجة اتجاهه، بالتالي بيمسك باسم سلاحه علشان يجبر جلال ان هو يقتله ويموت على ايد صاحبه اللي ما عندوش اي ذرة ندم. وبيتعرف على شريكه الجديد باهي اللي بيتمنى يكون في مهارة جلال. ولما بيرجع جلال بيشوف ابنه رامي اللي بيقوله ان هو شاف زميل ليه بيبكي في المدرسة، وبيسأله ابلغ عنه ولا لا، وابوه بيقول له بلغ طبعا. واثناء ما جلال نايم بيحلم باليوم اللي قبضوا فيه على مراته وكان فعلا بيدافع عنها، لكن اول ما عرف ان هي متهمة بالاحساس بيسيبهم ياخدوها قدام عينيه وعين ولاده. والصبح كان بيتشطف لكنه وقع كبسولة البهاريس بتاعته، ورامي بيشوفه وبيقوله لازم تروح لمركز الكبسيل عشان تاخد كبسولة جديدة. لكنه لما بيروح بيلاقي المركز مقفول بسبب هجمات الارهابيين، لكن بيظهر بقى ويقوله تعالى معايا عندنا مهمة. وبيروح فعلا معاه بس ما قالوش ان هو ما خدش الحباية بتاعت النهاردة. وبيروحوا علشان يقتحموا بيت مي ويفتشوه، وبيهاجمها جلال، لكن لما شافها في المراية فكرته قوي بمراته، بس بيفوق بسرعة ويؤمر بكسر المراية والحيطة اللي وراها. وبيلاقوا فعلا حاجات كتيرة غير قانونية، لكن مي بتاخد مسدس وخلاص هتقتل جلال، وباهي بيطلع المسدس وعلى وشك ان هو يقتلها، لكن بيمنعوا جلال بحجة ان هما محتاجينها علشان يستجوبوها ويعرفوا اكتر عن جماعة هنحس ونحب. واثناء الاستجواب بتحاول مي توضح له قد ايه فكره مشوه، لان البشر ما يقدروش يعيشوا من غير شعور، لان بكده مفيش دافع للحياة اصلا، لان المنطق والعقل بيقول كده. ودي الفكرة اللي بدأت تتغلغل في عقل جلال بعد ما بطل ياخد الحباية. واثناء ما هو نايم بيشوف كابوس، وبيصحى يحاول يشيل الورق اللي حاجب الشمس ويشوف الشروق لأول مرة، وبيحس بمتعة غير مسبوقة، لكن ده بيرعبه من جوه ويجري على الحمام عشان ياخد حباية البهاريس، بس ما بيقدرش يعمل كده. وهو في طريقه للمقر بيرمي حبوب البهاريس على الأرض علشان تتضم، وأول ما بيقعد على مكتبه بيدرك لأول مرة إن المكاتب كلها بنفس التفاصيل، وبيبدأ يغير ويهندم مكتب. لكن بيشوفه باهي ويسأله بتعمل ايه؟ قال له كفتة وبانيه. سوري وحشة. لكن بيسأله ويقوله تعمل ايه؟ قال له خضار سوتيه.
لا اقفل الفيديو اقفل الفيديو. وبيروحوا يعملوا غارة على مجموعة من جماعة هنحس ونحب، وواحد منهم كان على وشك قتل جلال بس باهي بيفرفر، وبيبص جلال علشان يشوف الروح بتغادر جسمه ويحس برعب اللحظة اللي ما كانش بيحس بيها قبل كده والناس بتموت حواليه. بيحس هو قد ايه كان مجرم. واثناء ما فرقة من المخلصين بتخلص على كل اللي موجودين، بيروح جلال على أوضة الممنوعات، بيلاقي كتاب أم الوزة وبيسمع أغنية أصالة. وفر الإحساس لنفسك والنصايح خلاها لك. وأول ما بيسمعها بينهار ويعيط لأنها بتمسه من جوه وبيحرقه فعلا كل حاجة. بس باهي بيلاحظ إن جلال محتفظ بكتاب وبيقول له جلال أنا هوديه بنفسي، لكن واحد منهم بيقول لهم إن هم لقوا حيوانات وكانت مجرد كلاب، لكن باهي بيأمر بقتلهم. ومع كل طلقة كأنها بتدخل جوه جلال بيحس بالألم اللي بيحصل وبيجري جرو صغير لبره، بس بيمسكه جلال ويبص في عينيه ويحاول الكلب يلحس وشه، والحراس بيقولوا له هاتوا واحنا هنخلص. وفي الاثناء بيحاول جلال يفكر في اي طريقه ينقذ بيها الكلب، وبيقول لهم لا سيبولي ده لازم نفحصه، لا يكون في مرض منتشر في الخرابه واحنا ما نعرفش. وفي اجتماع مع القائد بيتر بيقول له جلال هو احنا ازاي بنقتل المتمردين، ليه مش بيتقدموا للمحاكمه؟ وبيتر بيقول له دي اوامر بابا يالا. وبيخرج جلال بالليل عشان يتخلص من الكلب، بس ما كانش يعرف ان باهي بيراقبه وبيحاول يحط الكلب بعيد، لكن الكلب فضل موجود جنب العربيه وبيهوهو عليه، بالتالي ما بيقدرش يسيبه وبيحطه في شنطة العربية ويطبطب عليه. لكن فجأة بتظهر قوات ويثبتوه ويقولوا له أوراقك أوراقك، رغم إنه بيقول لهم إن هو من المخلصين وبيقول لهم الأوراق في الجاكيت، لكنه قلعها وحطها للكلب في الشنطة. لكن في آخر لحظة الضابط بيتعرف على جلال وخلاص هيمشوا، لكن بيسمع صوت هو الكلب بتاعه بيهوى، وجلال بيقول له سيب المفاتيح وامشي من هنا. رغم كده بيروح الضابط على الصندوق ويلاقي الكلب، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان هو من اشد المخلصين وجامد نينجي. واخيرا السلاح المميت اللي فضلوا سنين يجهزوا فيه انقلب عليهم وخلص على الفرقة كلها. اقدم لكم جلال ويك، وخد الكلب ومشي. وبدأ جلال يخبي حبوب البهاريز ورا مراية الحمام قبل ما ينزل لشغله. وأثناء ما جلال بيتدرب بيدخل عليه باهي ويقول له كلام يوحي إن هو عارف مين اللي قتل الضباط، وبيبلغه إن بابا أمر بتعجيل إبادة أفراد جماعة هنحس ونحب كلهم. وأثناء الغارة بيصادف بعض أفراد الجماعة ويقودهم بنفسه للهروب، بس بيصادفهم بعض الضباط، لكن جلال جامد قوي عليهم وبيخلص عليهم كلهم علشان يدي فرصة لهروب أفراد المقاومة. لكن باهي وعدد كبير من القوات بيمسكوهم وبيقول له باهي خد مسدسي وخلص عليه، لكن جلال بيرجع له المسدس تاني ويقول له لا أفضل إن أنت اللي تخلص عليهم. وبالفعل بيؤمر باهي بقتلهم. وأثناء ما جلال بيزور جثة باسم صاحبه اللي هو قتله بإيده، بيفتش في الحاجة اللي كانت معاه وبيلاقي صورة ليه مع مي ووراها كلمة حرية، وبيروح على المكان اللي اسمه حرية. بيلاقي مدرس بيسأله انت عايز ايه؟ قال له جلال انا عايز اعرف كل حاجة عن باسم، وبيهدده كأنه باتمان. ومن خوفه بيقول له ان هو كان بيجي هنا مع صديق ليه اسمه جمال، لكنه بيرميه ويكسر رف الكتب. وبيلاقي وراه جمال مستخبي وبيرحب بيه جمال جدا ويقول له انت المقاومة كانت بتراقبك من سنين. وبياخده ويروحوا بيه على جماعة هنحس ونحب، وبيتضح انها تحت مدينة العزبة مش في الخرابة. وبعد ما بيتأكد ان هو صادق جمال بيقول له لازم تسمح لشعورك بالحب اتجاه مي، لكن جلال بيقول دول هيعدموها بكرة. وبيطلب منه جمال ان هو يقتل بابا لان في اللحظة دي المقاومة هتشن هجوم على كل خط انتاج حبوب البهاريز. بالتالي في الاخر الانسانية هي اللي هترجع والجانب الانساني من الناس هيرجع، وفي الاخر الانسانية هي اللي هتنتشر. وبينصحه ان هو ما يشوفش عملية اعدام مي عشان مش هيقدر يمسك نفسه. واثناء ما هو قاعد بيشوف عملية اعدام مراته بيشوف قد ايه هو كان متبلد المشاعر، وده بيديله حافز ان هو المرة دي يحاول ينقذ مي. بالتالي بيجري ويروح يحاول ينقذها لكنه بيوصل متأخر لانها خلاص دخلت غرفة الاعدام، وبيشوف فعلا عملية اعدامها وده بيدمره تماما وبينهار في العلن ويعيط. بس بيظهر باهي ويقبض عليه وياخده على طول على بيتر وبيقول له ان هو بيحب مي وهو اللي قتل الضباط بتوعنا في الخرابة. بس جلال بيقول لبيتر ان هو في مهمة لكشف جاسوس المقاومة وسبق ووعد ان هو يقدمه له بنفسه، اقدم لك الخروف. وبيتضح ان جلال
خد سلاح باهي لما كانوا في الخرابة، والسلاح اللي استخدمه في قتل الضباط كان سلاح باهي، بالتالي بيؤمر بيتر بحرقه. لكن بيقول لجلال برضه لازم افتش بيتك علشان نطبق القانون يا معلم. وجلال بيقول له عادي يا صاحبي، بس مش عيب ابقى اكفأ مخلص عندكم ولحد دلوقتي ما قابلتش بابا. وبيجري جلال على بيته علشان يشيل حبوب البهاريز اللي خباها لكنه مش بيلاقيها، وبيفاجئ ان ابنه داخل عليه وكان مخبيها معاه علشان محدش يلاقيها. وبيكتشف ان ابنه وبنته ما بياخدوش الحبوب من ساعة ما قبضوا على امهم. وجلال قال له شاطر يا حبيب ابوك. وبيتفق مع جمال ان هو يسلم كل قادة المقاومة عشان بيتر يطمن له ويخليه يقابل بابا ويخلص. وبيعتبر جلال بطل قومي وخلاص بيستحق الحق ان هو يقابل بابا. وبياخدوه فعلا لأوضة بيركبوا فيها جهاز كشف المشاعر، لكن فجأة كل الحراس بتحمر الأسلحة وبيتضح ان باهي ما ماتش وان بيتر هو بابا، لان بابا الحقيقي مات وهو اللي بيحكم من ورا الستار. وبيتر بيقول له مش عيب واحد محنك زيك يقع كده زي الضغوف، اديك سلمت المقاومة بدون اي مقاومة. لكن الغضب العارم بدأ يسيطر على جلال، لكنه في اخر لحظة بيقدر يتحكم في مشاعره علشان يتحول لآلة قتل متحرك، وبيخرج اسلحة كان مخبيها وبيقتل كل اللي في الغرفة. ويقول لبيتر استناني انا مش جاي. وبيتحول لوضع جلال ويك ويخلص على اي حارس يلاقيه في طريقه عنف غير مبرر. وبيدخل على بيتر بس بيلاقي مجموعة من أكفأ الحراس بيحرسوه ومعاهم باهي لكنه أجمد منهم بكتير، وبيخلص عليهم كله. وككلب مخلص لسيده بيتحرك باهي علشان يقتل جلال، لكن جلال أكثر سرعة ومهارة منه وبيخلص عليه في 3 ضربات بس. وبيمسك بيتر السلاح والاتنين بيحاولوا يقتلوا بعض، لكن بيقدر جلال أخيرا إن هو ياخد منه المسدس. بس بيتر بيقول له استنى هتقتل ابوك يا جلال. جلال قال له بكل سرور. وبيروح يدمر كل المحطات اللي بتبث كلام بابا، وتبدأ المقاومة تدمر كل خطوط الانتاج وسط فرحة من جمال اللي لما سمع صوت الانفجارات عرف ان خطته نجحت. وابنه في الاخر بيضحك ضحكة احمد فهمي في سفاح الجزيرة. في النهاية زي ما شفنا في الفيلم العنف بيولد العنف، بالتالي ما ينفعش ابدا الانسان يلجأ للعنف لفرض افكار. ربنا يثبت وينصر اخواننا في فلسطين. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة، بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يليكم عن الصلاة وعبادة ربنا. بس كده الفيديو خلص، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.